روق لي دماغك كده عشان تفهم انت هتعمل ايه وهتشتري ايه. السلام عليكم. بعد غيبه كبيره رجعنا بفضل الله، ولكن رجعنا في الوقت الضايع بعد غلاء الاسعار وارتفاع الاجهزه ومحدش عارف يشتري جهاز. حتى الفئه المتوسطه بقى اقل موبايل فيها في حدود 7 او 8000 جنيه، يعني رقم كبير جدا برضه. ولكن انا جيت النهارده انقذك من الورطه دي، اقول لك على موبايلين تجيبهم بامكانيات كويسه جدا واداء ممتاز، ولكن بسعر اقل من المتوسط حبتين 3 4 كده زي ما انت عاوز تقول. يعني طالما العبد لله موجود ما تشيلش هم الموبايل اللي انت هتشتريه. وملحوظه، استنوا فيديو ترشيحات قادم هظبطكم. المهم جبت لكم افضل موبايلين تشتروهم بسعر مناسب، وهل الموبايلين دول ينفعوا في 2023 ولا لا. بدون مقدمات كتير وكلام كتير، في الفيديو هنتكلم عن السامسونج نوت 9 والايفون 7 بلس في 2023، ولكن بسعر تحت ال 4000 جنيه. انا عارف ان الموبايلات قديمه، ولكن انا مش هقول لك على اي مواصفات، انا هتكلم عن الموبايل ده هل فعلا ينفع في 2023 ولا لا. هتكلم عن تجربتي، لان الموبايلات دي انا معايا ومجربها، كل المواصفات والبيانات انت عارفها وكلنا عارفينها. اخش على اي موقع وابحث عنها. وهل الموبايل ده فعلا تستخدمه كشغل وكمحتوى وكانتاج على الموبايلات دي حاليا ولا لا. كل ده هنقوله لك، وكل التساؤلات اللي بتدور في دماغك كل ده هتعرفها في الفيديو ده. تابع الفيديو وروق لي دماغك كده عشان تفهم انت هتعمل ايه وهتشتري ايه. حطيت لك الايفون هنا عشان الفان بوي الغلابه بتوع ابل. برضو انا براعي الناس الغلابه اللي زي حالاتي كده، يعني من الاخر الفيديو ده للناس اللي عاوزه تشتري موبايل من سعر 3000 4000 جنيه يكون بامكانيات عاليه. بس يا سيدي مش حارمك من حاجه. واول سؤال هجاوبك عليه، انت ليه تشتري موبايل بقاله 3 او 4 سنين؟ الرد بسيط جدا، عشان احنا غلابه يا محمد، احنا غلابه معلش فلوس. ولكن بجد يعني الموبايلات دي بتقدم قيمه عظيمه جدا مقابل سعرها. انتوا واخدين بالكم يا جماعه ان ما عدناش بنسمع حته القيمه مقابل السعر دي، ما عدناش بنسمعها خالص. برضه سريعا كده هقول لك انا اشتريته ازاي بسعر رخيص، كل ده هقوله لك في اخر الفيديو. ولكن نبدا بقى مع بعض. انا ليه اشتري الموبايل ده؟ اولا بالنسبه للسامسونج نوت 9، انت ليه تشتريه؟ او ليه تشتري اي موبايل اندرويد قديم شويه بقاله سنتين او 3 او 4؟ هل هيقدر يشتغل معاك زي الموبايل اللي لسه جاي جديد؟ الاجابه من تجربتي انا كاحمد اقدر اقول لك ان هو هيشتغل معاك زي الموبايل اللي جاي جديد، واحسن كمان وافضل مرحلتين 3 4. لكن ده لو بتقارن موبايل جديد في فئه 7000 جنيه او 8000 جنيه، هو الموبايل ده هيقدم معاك احسن منه وزيه كمان، وده عن تجربه. والحمد لله براعي المصداقيه اولا في الفيديو ده. ان اللي بيشتروا ناس زي حالاتي وناس عاوزه تشتري حاجه تعيش معاها، ويعني ناس مع برضه الفلوس اللي معاها على قد الموبايل بالظبط، مثلا اللي هو مش هيقعد يجدد كل سنه موبايل ولا حاجه. فانا مش مضطر ان انا اضلك او اضحك عليك. ثانيا الاداء بتاع الموبايل ده كويس جدا. بعض العيوب اللي هتحصل معاك هتحصل فيه تهنيج بسيط كده كل فتره وفتره. ممكن التهنيج ده يحصل بكثره الاستخدام بشكل كبير جدا، فتلاقيه مثلا واقف معاك كده، فبتضطر انك تقفله او تقفل التطبيقات اللي في الخلفيه كلها وبترجع تشغله تاني عادي جدا ولا كأنه حصل فيه اي حاجه. بس برضه احنا بنضحي بالحاجات ديت مقابل السعر القليل. احنا كده اتكلمنا على حته نقطه الاداء اللي في الموبايل. انا مش هذكر مواصفات، ولكن انا هذكر لك تجربه مستخدم واستخدام شاق، مش اي استخدام كمان. بالنسبه للايفون، بالنسبه لحته الاداء، الموبايل جبار في حته الاداء برضه، ولكن يحصل فريز كده او تجمد للموبايل في وقت من الاوقات. الموبايل كاداء في 2023 سرعه الاستجابه ممتازه جدا وكويسه. وزي ما قلت العيوب اللي هتقابلك في اداء الموبايل ده حته الفريز اللي بتحصل دي للموبايل كله، مش بتحصل لبعض التطبيقات، لا هي بتحصل للموبايل كله ككل. وده بالنسبه للايفون. ولكن الايفون كشغل تصوير وبتاع شغال معاك ما بقولش لا، وحوت شغل. انا قصدت الموبايلين دول بالذات لان هم ماسكين سعر كده معقول، وغير كده ماسكين مواصفات حلوه مناسبه جدا جدا للسعر ده. حته الشاشه بقى في الموبايلين، الشاشه في الموبايلين حرفيا احسن من شاشات النهارده ب 5000 او 6000 جنيه في الفئه بتاعه ال 5000 دي. الشاشه هنا ممتازه كسطوع واضاءه وسوبر اموليد طبعا فول اتش دي بلس، شاشه كويسه جدا. ولكن احذر انك تشتري موبايل شاشته متغيره، لان ما بتكونش زي الشاشه الاصليه بالظبط. اما لو الباغه مكسوره او فيها شرخ او حاجه اشتريه وانت مطمن. وده نفس التجربه اللي معايا، انا شاري الموبايل السامسونج نوت 9 اللي معايا بكسر في الباغه في الجنب كده، ولكن مش مؤثر على اي حاجه، حرفيا الموبايل شغال استخدام جميل جدا. لكن نصيحه، لو انت هتشتري موبايل فيه شرخ في الباغه او حاجه فلازم ولا بد انك تركب سكرينه. اذا لحد الان كاداء معالي وكشاشه نفس موبايلات ب 7 او ب 8000 جنيه. الكاميرات ككاميرا في 2023 الموبايلات دي تنفع ولا لا؟ اولا السامسونج تنفع وبشكل كبير جدا، ولكن بتحتاج مصدر اضاءه
قوي شويه. في الايفون 7 بلس الكاميرات حافظه على جودتها واضاءتها في 2023، لكن السامسونج بتحتاج تمدها شويه بمصدر اضاءه. ولكن انت لو بتقارنها مع الكاميرات اللي في الموبايلات اللي هي متوسطه ديت او الاسعارها ضربت فوق ديت، هي ممكن تنافس معاها، بل بالعكس ممكن تعديها. بالنسبه للصوتيات والحاجات ديت بترجع بقى لموبايل لموبايل، او بترجع بقى للمستخدم كان مع مين ويستخدمه ازاي ومغير سماعه ولا لا. لكن الحاجات دي سواء مغيرها او مش مغيرها ما بتاثرش قوي، على عكس ما تكون مغير شاشه او حاجه. بالنسبه بقى للبطاريه، البطاريه في الجهازين في 2023 انا اقول لك لو انت ما عندكش باور بانك، او لو انت مثلا بتسافر بره او بتفضل بره طول اليوم، للاسف مش هينفعك. للاسف الموبايل ممكن يقعد بالظبط استخدام متواصل 5 ساعات. ممكن اقول لك 5 ساعات بالكتير قوي، او ممكن ما يجيبش ال5 ساعات كمان. لو استخدام برضه على مدار اليوم النتيجه برضه مش تبقى كبيره قوي، يعني النتيجه مقاربه لبعضها، او الوقت ده مقارب لبعضه، هتلاقي برضه نفس ممكن نقول استخدام متواصل 4 ساعات، وممكن نقول على مدار اليوم يقعد 5 ساعات او 6 ساعات، هتلاقي برضه النسبه متقاربه. لكن البطاريه هنا هي التضحيه الكبيره لو انت بتشتري موبايل مستعمل. ولكن نصيحه ليك، لو انت بتشتري موبايل مستعمل جرب تصور فيديو لمده 10 دقائق وتشوف هينزل كام في المية في الوقت ده، وبناء على كده هتعرف البطاريه بتاعتك بتنزل قد ايه او نزلت كام في المية في الوقت ده، وتقيس عليها جوده البطاريه هتبقى عامله ازاي. ولكن اما عملت التجربه دي على النوت 9 عرفت ان البطاريه هتبقى اداء ضعيف شويه، ولكن انا ضحيت في سبيل ان انا اخد موبايل امكانيات كويسه اعرف اشتغل عليه في حاجات حلوه، ونزلت عن حته البطاريه ديت بحيث مثلا ان انا اشتري باور بانك. وغير كده عندك سرعه الشحن في الموبايل ده بيشحن الموبايل في حوالي ساعه بالكتير يكون الموبايل مشحون ومخلص شحن. الايفون برده نفس الاداء، والايفون كمان يعني ممكن بطاريته تكون اقل من السامسونج بكتير، لكن لو البطاريه معدومه خالص او بطاريه بتفصل بسرعه ما بتقعدش ساعه ولا اتنين ممكن تغيرها عادي جدا. ليش بقى انا هفتح الجهاز ومش هفتح الجهاز، وفكك من الكلام ده خالص. خليك ما تفتحش الجهاز وروح اشتري موبايل ب 5 6000 جنيه النهارده واداء زي الزفت، ما بتاخدش فيه اي مواصفات اصلا او اي سبيكس يعني تشجع الواحد ان هو يستخدم الموبايل. تعال اقول لك بقى انا اشتريت الموبايل ده ازاي، وانت تشتريه ازاي، وتشتريه ازاي بسعر رخيص. ولا انت قدامك اكتر من حل، صديق لك، حد حواليك انت مش واثق في اي حد وعاوز تشتري الموبايل بنفسك، تدخل على الفيسبوك على الماركت بليس، هتشوف واحد عرض الموبايل ده، في ناس بتجدد على طول، فانت هتشوف اللي عرض الموبايل ده، والله هتشوف العيوب بتاعته ايه. اولا يعني لو مغير شاشه مفيش منه مشكله، ولكن بتقلل من سعره شويه. لو هو مش مغير شاشه وفي مثلا كسر في الظهر او كسر في الباغه، اشتريه وانت مغمض وما تخافش. ولكن هتلاقي عرض مثلا موبايل ب 4000 جنيه، حاول تنزل منه 200 جنيه او 300 جنيه، يعني ابدا معاه على 3500 بحيث انك توصل معاه على 3700 او 3800، او بحيث انك تخلص معاه 3700. انا شايل الموبايل ده يا جماعه ب 3200 من شهرين بالظبط او حاجه تقريبا كده يعني، او اكتر شويه، ولكن كانت الاسعار برده غاليه والاسعار رافعه برده. لكن انا برده كنسلت فكره ان انا اشتري جديد تماما، حتى ادور كتير لحد ما وقعت على الموبايل ده، وكان مع استخدام شخصي لحد. اما بالنسبه للايفون قبل ما تشتري بتكون عارف شويه حاجات كده، تعرف الموبايل ده مغير شاشه او لا، او الموبايل ده كويس او لا، فبتبحث عنها الاول قبل ما تروح. وبرده بترجع لحد اللي انت بتشتري منه. والله في ناس كده سبحان الله بتلاقي ان الراجل ده فعلا يعني انا مرتاح له، حتى لو مش مرتاح لحد ما تشتريش منه، حتى لو هو الموبايل جديد وما فيش خدش حرفيا، لو انت مش مرتاح له ما تشتريهوش. طب الموبايلات دي اسعارها ايه دلوقتي على الماركت بليس، او اسعارها ايه مستعمل دلوقتي؟ الايفون 7 بلس اسعاره دلوقتي في حدود الاربعه، وكمان السامسونج برده من 4 لحد 5، ممكن 5 يوصل معاك الموبايل بيبقى مفيش فيه خدش تقريبا او ناس محافظه عليه، ولكن 4 او تحت ال4 هتاخد تنازلات سواء في الموبايلين الايفون 7 بلس والسامسونج نوت 9. لازم عشان تشتري حاجه في السعر ده لازم يحصل تضحيات او يحصل تنازل. انا تنازلت عن الباغه وعارف ان الباغه مكسوره، ولكن انا ما غيرتهاش ولا هغيرها. بس كده انا حبيت افيدكم، لان انا عارف ان في ناس كتير محتاره جدا ما عادش عارفه تشتري حاجه بالاسعار دي، الاسعار اللي بقت اوفر قوي كده يعني، وحتى الموبايلات اللي باداء متوسطه اسعارها خياليه برده وغاليه علينا. بس كده دي كانت تجربتي واستخدامي للموبايلات ديت، وكانت تجربه ممتازه جدا وبنصح اي حد يجربها، بس برده يكون عارف هو بيشتري من مين وبيشتري ازاي، ويعرف الموبايل فيه ايه، ويجرب الموبايل مره واثنين وثلاثه قبل ما ياخده، قبل ما يشتريه ويكون واخد. ولو ما بيفهمش في الحاجه قبل ما يشتريه، او لو انت مش فاهم وعاوز تريح دماغك، روح لمحل موبايلات صاحبك يشوف لك حاجه مستعمله، يشوف لك حاجه مستعمله، وفي نفس الوقت هو مش هيغلي عليك، لانه مثلا وفي نفس الوقت ما يكونش يغلي عليك، ونفس الوقت ما يغليش عليك، في نفس الوقت ما يغليش عليك. بس كده انتظروا بقى. اما بالنسبه للناس اللي عاوزه جديد في الاسعار دي فانتظروا فيديو الترشيحات، عشان الفيديو ده هيكون دمار. اما بالنسبه للناس اللي عاوزه جديد في الاسعار ديت فانتظروا فيديو الترشيحات. بس يا جماعه ده كان فيديو النهارده. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.